وطبعًا هو بيتضايق وبيتعصب منها وبيخلّيها تعمل الوصفة الجديدة كذا مرّة، على أساس إن هو كده بينتقم منها، لحد ما هي تقول له هتفضل تعملها لحد إمتى، فهو بيتوتر كده لإنها بتكون قريبة منه، فبيقول لها لحد ما تعجب الذوق بتاعي، وبيعمل لها فخ إنها المفروض تحضر حفلة تأسيس الشركة على إنها جوم شين، وبيبعت برضه في نفس الوقت لهيري إنها لازم تحضر حفلة الشركة، وكمان عشان يوقّعها في الفخ أكتر بعت لأهلها دعوة، وهي طبعًا بتتفاجئ وبتتخيل إيه اللي هيحصل لمّا تروح، والموضوع ده طبعًا بيضايقها جدًا، وتاني يوم في الشغل بيروح لها علشان الوصفة بس هي إيديها بتتلسع وهو كده شكله اتخض عليها، وفي نفس اليوم بالليل هي بتكلمه بس بتكون سكرانة جدًا، وبعدين بتشوف ولدين وبتتكلم معاهم وصوتها بيكون كأنها وقعت. فيروح لها بسرعة مخصوص ولما بيروح بيلاقيها نايمة وهي بتقوله إنها عايزة تعترف له بحاجة لأنها سكرانة وفاكرة إنها بتحلم وبتقوله إنها هي ري ولما بيروح بيفتكر لما هي بتقوله إنها أكيد بتحلم لأنها لو ما كانتش بتحلم ما كانش هيجي المسافة دي كلها ليها مخصوص وتاني يوم بيكلمها على إنها جوم شين وبيقول لها إنها خلاص انفصلت وإن هو مش عايز منها حاجة وهي طبعا بتفرح جدا وهو بيسافر في رحلة عمل وجده بيكلمها على إنها جوم شين وبيطلب إن هو يقابلها وهي طبعا مش بتكون عارفة هتعمل إيه وصاحبتها يونج سو بالصدفة بتوقع الهدية اللي جارها اداهالها وبيطلع فيها كاميرا وبتاخدها وبتكون عايزة تروح تبلغ بس هو بيقابلها وبياخدها منها واللي بيشوفها سونج هون وهي بتقوله يلحق الراجل لأن هو صورها في السر وطبعا بيمسكه وفي نفس الوقت بيكون تايمو بيكلمه علشان يروح العشاء معاه لجده بس هو بيقوله إن هو مش هيقدر وبيحكي له اللي حصل وهو بيلاقي هي ري هناك وبيقول لها ايه اللي جابك هنا فبتقوله ان جده اتصل وان هي ما قدرتش انها تتجاهله فهو بيقول لها هو انت مش عارفه ايه اللي حصل مع صاحبتك فهي ما بتكونش فاهمه هو بيتكلم عن ايه فبيقول لها يلا يا هي ري علشان نروح لها فهي بتتفاجئ ان هو بيكون عارف اسمها فتقول له هو انت ناديتني بايه وبيروحوا فعلا هناك وبيكتشف ان هو كان بيصورها بس ما صورش حاجات كتير وتايمو بيكون متضايق وبيقول للراجل ان هو اشترى الشركه اللي هو شغال فيها على شرط انهم يرفضوه وبيقولوا ان هو مش هيسيبه وان هو هيجمع كل البنات اللي عمل معاهم كده وهيرفعوا عليه قضيه وهيدمر حياته فالراجل طبعا بيتعصب وبيقول له هو انت ايه مصلحتك فتايمو بيقوله ان هو لعب مع الشخص المفروض اللي هو ما كانش يلعب معاه وتاني يوم في الشغل تايمو بيقول لسونج هون ان هو عايز يتقدم لهيري فهو طبعا بيتفاجئ وبيقول له يا ابني هو انت مش كنت هتتجوز جوم شين فهو بيقول له ايه الفرق بينهم هما الاتنين واحد واصلا كده مفيش بنت هترفضني وفعلا بالليل بيعزمها على العشاء وهي بتتكلم على اساس ان هي ممكن تقدم استقالتها لو هو عاوز وهو اصلا بيكون عامل لها جو رومانسي وفي الاخر مش بيتقدم لها زي ما هو كان مخطط وبيكون متعصب جدا انها ازاي مش شايفاه في صورة رومانسية فسونج هون بيقوله انها علشان شايفاه مدير مرعب وان هو على طول عايز يطردها وتاني يوم بتكون يونج سو وهي ري معزومين في مطعم منه هما واصحابهم بتوع الجامعة وبيتفاجئوا ان هو رجع ليورا لان هما كانوا فاكرين ان هيري هتواعد من وو فيورا بتعمل نفسها انها ما سمعتش بس لما بترجع بتقول لها انها عمرها ما كان هيبقى عندها حبيب فطبعا يونج سو بتاخدها الجلالة وبتقول لهم انها عندها حبيب وغني جدا ووسيم كمان فلما بيخرجوا هي بتقول لها انت ليه قلت كده وفي الاخر تطلع بتكلمها عن تايمو وتايمو بيقطع استقالتها وبيستهبل وبيروح ياخدها عشان يتفرجوا على فيلم على اساس حاجة تخص الاكلة وهو بيكون عايز يعمل جو رومانسي علشان تحبه وتقرب منه بس للاسف الخطة بتاعته بتفشل لما اتنين شغالين مع هيري بيروحوا هناك وبتضطر انها تخبيه وما بيحضرش معاها الفيلم وهو طبعا بيكون متضايق وبيدور على النت ايه اللي هي بتحبه ونفسها فيه وهي بتسافر على اساس انها عندها رحلة عمل وبتتفاجئ ان هو هناك ومستنيها وبياخدها على الشاطئ على اساس ان هم يجربوا اكلات جديدة علشان يعملوا منتج جديد ولما بيروحوا مش بيلاقوا غير عربية برجر وهي بيكون نفسها تاكل منه جدا فبتفرح قوي وتايمو بيغمز للراجل على اساس ان هو ما يعرفهاش ان هو اللي مكلمه وبعدها بشوية الراجل بيقوله ليه لانها هتتأثر جدا لما تعرف ان هو كلمه مخصوص فتايمو بيقوله ان ساعتها مش هيبقى ليها معنى وان هو عايز يسعدها وكان رباط الشوز بتاعها مفكوك وهو بيربطه لها ويونج سو بتكون سكرانة وبتعترف لسونج هون انها معجبة بيه وان هي هتعد ل3 ولو ما بعدش عنها انها هتعمل حاجة غلط وفجأة هو يقوم بايسها وشكلهم كده بقوا سوا وتايمو وهيري وهم راجعين الدنيا بتمطر عليهم وهو بيخاف جدا وبيقول لها انها تنزل وهي طبعا بتتفاجئ علشان هترجع ازاي في الجو ده وطلع مش بيحب المطر عشان اهله ماتوا في حادثة وكانت الدنيا بتمطر ولما المطرة بتقف بيفتكرها ولما بيرجع لها مش بيلاقيها وطبعا بيتخض عليها جدا وهناك بتقابل يورا واتنين صحابها كمان من الجامعة وبيسألوها اذا كانت جت مع حبيبها وهي بتتوتر وكانت لسه هترد بس فجأة بيجي تايمو
يمثل اللي هو حبيبها، وهو بيعزمهم على العشاء، وهي كانت عايزة تقول لهم الحقيقة بس هي بتسمعهم وهم بيتكلموا عليها ان هي ازاي لقت حبيب زي ده وان هو حبها على ايه. فهو يقول لها طب انت شايفة كده ان احنا لازم نقول لهم الحقيقة، وبيروحوا يقعدوا معاهم وهو بيفضل يتباهى بثروته وبيفضل يحب فيها وكان رومانسي معاها، وهي طبعا بتتفاجئ. وكمان تايمو بيصدمهم وبيقول لهم ان هو رئيس الشركة، ان منو وهي شغالين فيها، ويورا بيكون شكلها متغاظ جدا، وتايمو وهيري بيباتوا في نفس الأوضة وهي بيكون شكلها متوتر جدا، وتايمو بيكلمها على إعجابها بمنو، فهي بتقول ان هو ما يعرفش حاجة وان دي حاجة قديمة وما بقاش ليها معنى دلوقتي، وان هو إعجابها كان من طرف واحد، فهو فرح على أساس ان إعجابها بيه راح. وتاني يوم هيري بتقابل منو بس تايمو مش بيخليها انها تكلمه، وهو بيتفاجئ ان ده حبيبها، وبياخدهم رحلة على اليخت بتاع جده، وهم طبعا بيكونوا كلهم منبهرين وبيكونوا عايزين يعرفوا هما الاتنين اتعرفوا على بعض ازاي، فهو بيفضل يحكي عنها حاجات وهي بتكون متأثرة جدا. وتايمو بيقول لهم انها كانت شخصية مضحكة جدا ومثيرة بالنسبة له، وانها كانت على طول بتحاول تبعده عنها وهي بتتعب، فهو بياخدها وبيرجعوا على سيول، وبعد كده بيقول لها ان هو فعلا بيحبها وعايز ان هما يتواعدوا، وهي بتتفاجئ ومش بتديله رد، وهو بيقول لها انها تفكر وترد عليه، وهي بعد كده بتتجنبه، وهو بيتفاجئ انها ازاي لحد دلوقتي مردتش عليه لان ما كانش فيه بنت بترفضه. وجده بيوريله صور مع واحده وبيقوله ان هو بيخون جوم شين وكان هيضربه، بس هو بيقوله ان هم انفصلوا وان هو من حقه يواعد اي بنت تانية، فجده كان عايز يعمله مواعيد مدبره تاني. وبيكون في اعلان يخص منو وشركه جو فود، بس البنت اللي المفروض تعمل الاعلان تعبت، فهيري هي اللي بتعمله بدلها، وتايمو بيكون غيران عليها وهي بتتوتر كل ما بتشوفه، وعلشان جده جه لنفس المكان فهو بيخبيها، بس بيكونوا قريبين من بعض، فهو بيقول لها هو انت ليه مش عايزه ترتبطي بيا، فهي بتقول له ان جده مش هيوافق وان هما الاتنين مش مناسبين لبعض، وهو بيقول لها ان اي حاجه هي خايفه منها هو مش هيخليها تحصل، وشكل كده بنتنا اقتنعت. بس بعد كده بتغير رأيها وبتقوله انها ما كانش قصدها، وبتتكسف طبعا وبتمشي. بس بعد كده هما الاتنين بيقعدوا يفكروا في بعض، وهو بيروح لها وبيقول لها انها لازم تعوضه عن الغلطة اللي هي غلطتها، قصده طبعا على البوسة، وهي طبعا مش بتكون فاهمة، وبياخدها على مكان غالي جدا على اساس ان هما ياكلوا وهي اللي هتدفع، وهي طبعا بتتفاجئ، وهي شفايفه بتلفت نظرها وبتكون متأثرة بيه جدا، وبتتأثر اكتر لما بيعزف على البيانو، وبتعرف ان هو اللي دفع وان هو ما كانش قصده انها هي اللي هتدفع، بس ان هي هتعوضه عن طريق ان هي تقضي وقتها معاه. وبياخدها وبيروحوا الملاهي وبيقضوا وقت حلو قوي مع بعض وكأنهم خارجين في موعد، وبتقوله لو كان حد قاله ان هما لازم عشان يجوا الملاهي ياكلوا الكورن دوج ده، هو بيقول لها ان هو قبل كده جه مع باباه لما كان عمره 7 سنين، وهي بتقوله دايما لما في اكلات بناكلها بترجع معانا ذكريات، وبتقوله على اكله هي كمان بتحبها ولما بتاكلها بترجع معاها ذكريات الطفوله، وهو بيقول لها انها مميزه جدا وانها اول واحده تعرف تقول ايه لما يجيب سيره مامته وباباه، لان دايما لما بتيجي السيره دي اما بيصعب عليهم يا اما بيحاولوا يواسوه. وبيكون منو عندها في البيت بس بيحصل حاجه فبيضطر ان هو يدخل اوضتها وبيدور على مرهم، بس بيشوف العقد اللي بينها هي وتايمو، وبيكون تايمو بيوصل هيري وبيكون عايز منها بوسه، فمنو لما بيشوفه بيضربه، وهيري بتدافع عن منو بس علشان كان في شرطه ورا تايمو، ومنو بيقول لها ليه ما قالتلوش على موضوع العقد وان هو بيستغلها، فهي تقول له ان هو ملوش دعوه وان هو بيهتم بيها كصديقه بس هي برضو تقدر تهتم بنفسها، هو بيقول لها ان هي شكلها انها حبته، فهي تقول له ان هو شيء ما يهمهوش. وبيكون تايمو متضايق جدا، وبتكون بتلعب كوره كده تبع الشركه واللي هيكسبها المفروض ان هو يخرج يتعشى مع تايمو، وهي رغم انها بتكون متصابه في ايديها بس بتتضايق ان ممكن حد تاني يكسب ويروح يتعشى معاه، فبتلعب وبتكسب. وبالليل لما بيكونوا كلهم بيتعشوا سوا بتعرف ان تايمو خارج في موعد مدبر، وهي طبعا بتتضايق جدا وبتكلمه وبتقول له ان هي مش بعد ما حبته واتعلقت بيه ان هو هيخرج في موعد مدبر وان هو يرجع مكان ما يكون، وهو بيقول لها ان هي مش عارفه هو فين دلوقتي، وبيتفقوا وبيتقابلوا وبيبان عليهم الحب. وبيروح لها تاني يوم مفاجأة علشان يصطادوا سوا وهي بتكون فرحانة جدا، بس لما بيروحوا هي بتكون متوترة جدا لدرجة انها بتلبس الشوز بتاعها فردة وفردة، وهو كنوع من الرومانسية بيجيب لها شوز جديد شيك جدا. وبعد كده بتشوف منو في الشركة وهو بيسألها عملت ايه مع تايمو، وهي بتقوله ان هما خلاص اتوعدوا، وبتقوله رغم ان علاقتهم ممكن ما تنجحش بس هي سعيدة معاه وبتحبه. وبيكون في مقابلة معاهم علشان خاطر حلقة البرنامج اللي عملوها، والمذيعة بتسألها على تايمو بيجي، والمذيعة بتسأل تايمو هيكافئ هيري ازاي، فبيقول لها انها كسبت افضل لاعبة وان هما هيخرجوا يتعشوا سوا، وبيسألها ايه رأيها وهي طبعا بتوافق، وبيروحوا مطعم للوجبات الخفيفة، وهما هناك بتقول لصاحبة المحل ان هو حبيبها، وهو بيفرح جدا لدرجة ان هو بيحاسب للناس كلها على الحاجات بتاعتهم. وبالليل
بيقرب منها وبتفتكر ان هو هيبوسها، بس طلع علشان يمسح الصلصة من على خدها، وبتتكسف جدا لما بيسألها غمضتي عينك ليه، بس بعد كده بيبوسها عادي. ويورا بتقول لمنوو ان اهلها عايزين يقابلوه لان هم قلقانين علشان كل شوية بيسيبوا بعض وبيرجعوا لبعض، فهو بيقول لها ان هو حاسس ان هو مش مستعد للخطوة دي وان هم يأجلوها. شكله كده حب هيري، وهي طبعا بتتضايق جدا. بيحصل موقف محرج جدا ما بين جد تايمو وهيري، وهيري بتكون في حمام الرجالة، وبعد كده بيقوم شايفها وبيبقى الموضوع مضايقه جدا. طبعا تايمو بيكون متضايق ان هو بيحبها وبيتوعده وبيكون مش قايل لجده. والصبح هيري بتكون مع يونج سو وبيشوفوا تايمو وسونج هون وبيمشوا وراهم، وبيكتشفوا ان هما رايحين دار ايتام، وبيعرفوا ان سونج هون اصلا كان في دار الايتام بعد ما مامته وباباه توفوا، وان هو راح عايش مع تايمو بعد ما كان في اعدادي. وطبعا يونج سو ما كانتش تعرف كده، وبيقضوا وقت حلو قوي مع بعض وبيقعدوا يلعبوا. بيروحوا بعد كده المطعم بتاع هيري، وهيري بتوقع البيبسي على تايمو، فطبعا بتاخده علشان يغير هدومه. وفجأة اهلها كانوا مسافرين ورجعوا، فهو بيفضل محبوس في الأوضة، بس هي بتقدر انها تهربه. وبالصدفة بيشوف اخوها وبيعرفه على نفسه ان هو رئيس شركة وان هو كمان حبيب هي. واخوها طبعا بيكون مندهش جدا ان هي ازاي وقعت على واحد زي ده. وبتكون خارجة مع تايمو بالليل، بس فجأة الدنيا بتمطر وهي بتخاف عليه جدا وبتحميه بالشمسية. وكمان بيركبوا مترو الأنف، وهم خارجين بتخليه يروح محل ورد وبيشتري لها باقة ورد كبيرة. وكمان بيروحوا يتعشوا سوا، وهي بتفضل تتكلم وبيجيله تليفون وبيخرج، وهي بتفتكر لما حمته بالشمسية، وبتفتكر لما الناس فضلت تتكلم ان المطرة لسه ما وقفتش، فعلشان كده خدته في محل الورد. ولما سمعت في محل الورد ان خلاص المطرة وقفت، خدته وراحت على المحل اللي هي عايزاه، وكمان بتنقل مكانها، وكل حركة هو بيتحركها هي بتتحرك زيها علشان ما يبصش على المطرة. وهو طبعا خد باله وبيبوسها فجأة، وبيقول لها ان هو كان خايف يظهر نقطة ضعفه قدام حبيبته، بس هي بتحضنه وبتسيبه على اساس ان هي هتروح، بس بيبقى شكلها زعلان وبتروح وبتقابل جده، وهو بيعرف انها راحت له وبيكون سايق بسرعة. وبيكون جد تايمو عايز يعرف ايه اللي بينهم، وفجأة بيكون كأن تايمو عمل حادثة، ويبان وهي قاعدة مع جده وبتقوله الحقيقة، وان هي راحت بدل صاحبتها يونج سون، وان هو علشان يخلص من المواعيد المدبرة مثلوا سوا ان هي حبيبته وان هما بيتواعدوا. وجاله تليفون، وبعد كده هي كمان راحت المستشفى، وجده اتضايق وبيسألها انت ايه اللي جابك هنا، وهي بتقوله ان هي جايه علشان تطمن على تايمو. وتايمو طلعت اصابته خفيفه، وبيقوله ان هما فعلا بيحبوا بعض وبيتواعدوا بجد، وان هو مش هيتخلى عنها. وبعد كده هي بتمشي، بس بتكون الدنيا بتمطر جامد، فبترجع المستشفى وهي بتكون قلقانه عليه، وبيبص من الشباك وهو بيحكي لها على حقيقه اللي حصل، وان هو كان السبب في موت اهله، لان هو في يوم ممطر كان عايز يروح الملاهي وهم كان عندهم مشوار مهم، فخلصوا بدري، فهو كلمهم وقال لهم ان هم يرجعوا بسرعة، فحصلت الحادثة. ومن ساعتها وهو بيلوم نفسه، فهي بتقوله ان هم اكيد عايزينه مبسوط وانه مش هو السبب، وطبعا بيحضنوا بعض. وتاني يوم في الشركة بتنتشر إشاعة عن هيري، وبتكون يورا هي اللي نشرها، وبتحكي القصة بتاعت هيري إن هي كانت معجبة بمنو 7 سنين، وإنها خدعت رئيس الشركة تايمو، وإنها بتواعد الاتنين في نفس الوقت. وطبعا الناس في الشركة بتبتدي انها تتكلم عليها، وبالليل تايمو بيكلمها علشان هي ما كلمتوش وما سألتش عليه، وشكله كده مش بيكون عارف حاجة، وبيقول لها انها وحشته، وبيقول لها ان هو معاه صديقة، وبيكون قصده على العروسة اللعبة، وبيطلب منها الجواز، بس بيكون الخط فصل وهي ما سمعتوش. ولما بيرجع اوضته بيلاقي ان جده هناك، وبيكون عايزه ان هو يرجع نيويورك ويشتغل هناك، وان هو يشتغل هناك لمدة 2 سنين. وتايمو بيكون مش عارف هو ليه بيعمل كده، فجده بيقوله نفترض ان الناس عرفت ان انت بتوعدها، فساعتها هي مش هتروح الشركة والناس هتتكلم عليها. فتايمو بيقول ان هو مش هيتجوز غير هيري، يا اما مش هيتجوز خالص. وطبعا جده بيتضايق. وتاني يوم في الشركة بيتكلم مع هيري، وبيكون عايز ينقلها فرع في منطقة ريفية، وساعتها تايمو بيعرف الاشاعة المنتشرة وبيكون قلقان عليها جدا، وبيفضل يدور عليها بس مش بيعرف يلاقيها، لحد ما بنشوف هيري بالليل واللي بتطلع قالت لجده لانه كان عايز استقالتها انها مش هتستقيل لانها ناجحة في شغلها وبتحبه، وكمان خدت جايزة، وبتعتذر وبتسيبه وتمشي. وتايمو بيكون قلقان عليها، فبيكلمها وهي بترد عليه وبتقوله على مكانها، وهو بيروح وبيقابلها، وهو بيحضنها وبيقول لها انها ما تختفيش تاني. وبعد كده بتروح معاه البيت، ويا ريتها ما راحت، قلالة الادب قوي. وتاني يوم بيكونوا هما الاتنين مبسوطين وبيروحوا البيت،
ومامتها بتشوفها وبتكون متضايقة جدا لأن هيري كدبت عليها وقالت لها إنها هتبات عند يونج سو وبتضربها، وتايمو بيدخل لها وبيعتذر لها وبيقول لها إن هما الاتنين بيحبوا بعض وبيتواعدوا وهيفكروا في الجواز. فهي بتقول له ليه واحد مثالي زيك بيفكر إن هو يحبها، وهو بيقول لها إن هو عرف بنات كتير بس هي الوحيدة اللي بتخليه يفرح وهي الوحيدة اللي بتخليه يضحك. وبتكون طبعا هيري متأثرة بكلامه، وجده بيمثل اللي هو تعبان بس بدل ما تايمو يروح بيبعتله هيري، وهيري بتروح وبتعامله بلطف جدا وكمان بتتقرب منه، وهو شكله ابتدى يحبها بس ما بينش ده. دي كمان بتغني له أغنية علشان أصلا هي صوتها حلو وهو كان مبسوط. وبعد كده بنعرف ان كويس ان جد تايمو عمل كده علشان طلع عنده ورم وملوش علاج في كوريا وان هو لازم يسافر امريكا، وتايمو بيقول لهيري انها تروح معاه بس هيري بتقوله ان هو ما ينفعش عشان الناس في الشركة تبتدي تتكلم عليهم، بس هو يروح وهي هتستناه. وسونج هون بيدي ليونج سون كل الفلوس بتاعته اللي الرئيس كان مديها له وتحويشته علشان تفتح شركتها الخاصة، علشان طبعا هي سايبة باباها وهو عايزها تحقق حلمها. وفعلا تايمو بيسافر وبيفضل يتكلم مع هيري، ويونج سو شكلها فعلا فتحت الشركة الخاصة بيها بعيدة عن باباها، وبيكون في إشاعة في الشركة إن تايمو على علاقة بعازفة التشيلو هناك، وهيري بتكلمه وهو مش بيرد عليها. وطبعا هي بتتضايق جدا وبعد كده بتقول للرئيسة بتاعتها إنها هتاخد أجازة، وفجأة كده بكل حماس تتشيك وتاخد الشنطة بتاعتها وبتروح على تاكسي، بس بتتفاجئ إن تايمو نزل من التاكسي وإن هو رجع، وهي طبعا كانت متغاظة منه جدا، وهي بتقوله على الإشاعة وهو بيقول لها لا طبعا مش صح، وإن هي علشان في علاقة حب أهلها مش راضيين عليه فراحت نشرة الإشاعة دي، وبيحضنها وبيقول لها إن هما هيفضلوا سوا، وبيقول لها إن جده بقى كويس بس عنده شرط إن هي تقبل الخاتم ده وإن هي تعيش معاهم، بيتقدم لها يعني. وبكده يكون خلص مسلسلنا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عاوزين مسلسل معين نتكلم عنه متنسوش تكتبوهولي في الكومنتات.